ما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بمعركة ردع العدوان؟ وما علاقة إدلب بالمدينة المنورة؟ ليلة تحرير إدلب لم تكن ليلة عادية أبدا في تاريخ الثورة السورية، بل كانت بداية مرحلة جديدة من الإعداد الذي أوجبه الله سبحانه على عباده حتى ينتصروا في معركة الحق على الباطل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إدلب كانت كعبة المظلوم في الثورة، لجأ إليها المظلومون ليحولوا ضعفهم إلى قوة تستعيد دمشق فيما بعد من مغتصبيها، مع أن البائدين كانوا يستفزون على الدوام أهل الحق حتى يستنزفوهم بمعارك جانبية بين الفينة والأخرى، لتصبح ذريعة فيما بعد لشن هجوم على إدلب وإنهاء الثورة بالكامل. لكن أهل الحق لم يثنيهم ذلك عن الصبر وعدم الانسياق للاستنزاف حتى يصلوا إلى الإعداد المطلوب والتوقيت المناسب، وهو المعنى الحقيقي للسير على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعندما كان يمر صلى الله عليه وسلم بسمية المعذبة التي طعنها أبو جهل في مكان عفتها، وياسر الذي عذب حتى سالت دماؤه، كان لا يزيد صلى الله عليه وسلم عن قوله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان يخبئ ردود أفعاله حتى لا يستنزف في معارك جانبية، ليترجمها فيما بعد نارا على المعتدين في معركة بدر الكبرى بعد أن أعد العدة اللازمة. فكانت إدلب بمثابة المدينة المنورة عندما لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت دمشق أيضا فيما بعد كمكة المكرمة عندما دخلها نبينا صلى الله عليه وسلم فاتحا، فكان نصرا لا ثأر فيه، وكان من دخل بيته فهو آمن، وقس على ذلك.